الكابتن ديالنا اليوم جاي فرحان، غادي يدير الفلايت ديالو من بيرمنغهام لمالاغا ايربورت ديستيناسيون ديال الهوليديز. الطاقم ديال الطائره كلشي فرحان، كلشي باغي يدير هاد الديستيناسيون هادي. افتر تيك اوف حتى كتلقى راسك ككابتن خارج من النافذه ديال المقطوره، النص ديال الجسد ديالك كيضرب برا الطائره. يعني شنو غادي تكون رده الفعل ديالك في هذا الموقف هذا؟ هادشي اللي وقع لتيم لانكاستر الكابتن ديالنا سنه 1990. تبع معايا حتى الاخر باش تعرف التفاصيل دي القصه ديالنا. غادي تبدا من برمنغهام في شهر يونيو 1990. طائره باك 111 بريتيش ايرويز. النهار ديالنا غيبدا عادي كمضيفي طيران، غادي نجيو للمكان العمل اللي هو الايركرافت. نورمالمون قبل ما نبداو الخدمه ديالنا كنديروا واحد البريفين، كنتعرفوا فيه على الاجواء، كيفاش غادي تدوز الفلايت، الجو كيفاش داير هذاك النهار، يعني اي حاجه متعلقه بديك الرحله اللي غادي ندوزوها حتى الطاقم ديال الطائره. كلشي غادي يدوز عادي الحمد لله. تيم لانكاستر هو الكابتن ديالنا اليوم، ومورغان هو مساعد ديال القبطان ديالنا. من بعد ما دخلوا المقطوره كلشي عادي، كيدويو كيديروا التشيك ليست ديالهم، كلشي هو هذاك، يعني ضاحكين ناشطين. مضيفي الطيران حتى هما كيدخلوا الباساجي، يعني كلشي هو هذاك الحمد لله. كابتن والمساعد تيديروا الاقلاع، متجهين لمالاغا. بعد 20 دقيقه من الاقلاع كابتن كيلقى راسو متجبد من المقطوره، تفرقعوا الشراجم ديال المقطوره ديال الطائره. والسبب في هذا الشيء هو ان الضغط اللي كان وسط المقطوره خلى الجاج ديال الطائره انه يتفرقع ويخرج الكابتن. فالكابتن خرج من الشرج، المساعد ديالو كيشوف فيه ومصدوم وما عنده حتى فكره شنو واقع. الباب ديال المقطوره يتجر وكيجي عند المساعد، يطيح على الكونترولز، والمساعد مصدوم وما عارفش شنو غيدير. الكابتن ديالو خارج من الشرجم، الباب ديال على الكونترولز ديال المقطوره، يعني ما عنده حتى فكره شنو واقع. من بعد هاد الصدمه هذه قرر انه يكالمي راسو، وقدر انه يعيط للكابين كرو اللي هو نايجل اوجدون اللي كان السبب في النجاة ديال الكابتن. نايجل اوجدون كمضيف طيران داخل ما نقدرش نتصور هذا السيناريو. هذا السيناريو اللي كمضيف طيران ما نقدرش نتخيله صراحه، ولا وقع ليا ما غاديش نعرف شنو غادي ندير. المهم ما عليناش. نايجل اوجدن كيدخل على المقطوره، كيلقى المساعد بوحدو، الكابتن خارج من الشرجم وراسو راسو كيفرفر من الشرجم ورجليه باقيين لداخل. نايجل اوجدن غادي يتصرف بذكاء وغادي يمشي يشد الرجلين ديال الكابتن باش يحكموا مزيان، ما يخليش يخرج كله. المساعد ديال الطائره تصرف بذكاء وقرر انه يشد المقود ديال الطائره ويقدر يهبط الطائره لواحد لالتيتيود ما يقدرش الكابتن اللي كاين برا يتخنق، رغم ان برا ديال الطائره فهي ناقص 44 درجه او 46 درجه، فالكابتن الا بقى تما يتجمد. لحسن الحظ الكابتن ما ماتش في الاخر. فمن بعد ما الكابين كرو الاخرين شافوا نايجل اوجدن شاد الكابتن من رجليه باش ما يخرجش كله برا، فقرروا انهم يجيو يعاونوه. فاول حاجه داروها، فجاء نمبر 1 او البورسر ديالهم، فقدر انه يعاون نايجل اوجدن وتبادل معاه. شد الرجلين ديال الكابتن من بعد نايجل اوجدن باش يستريح ليه. الشيء كله غادي يخلي المساعد يعني ما عندوش الوقت فاش يفكر. فالكابين كرو كاينين حداه شادين الكابتن باش ما يخرج، يعني ضروري خصو شي واحد انه يعطيه التشيك ليست ديالو باش انه يلاندي. فهاد الشيء كله طاري حداه. الباب قدر انه يحيدوا واحد من الكابين كرو من الكونتروز، يعني قدر يحيدوا ويخرجوا برا. فهادشي كامل واقع حدا المساعد، خصو يهضر مع اير ترافيك كنترول، خصو يهضر مع كل شيء. فهادشي كامل واقع حداه، ولكن قدر انه يحاول يهبط طائره بامان. فملي كتوقع شي حاجه فالمطار كامل كيخوى الطائره اللي غادي تهبط او الطائره اللي واقف عليها المشكل بوحدها. مورغان قدر انه يكونترول السيتوياسيون، يعني رغم ان ما عنده حتى واحد اللي يساعدو، كيشوف الكابتن ديالو خارج، يعني فقدر انه يدير تشيك ليست راسو، قدر انه يدوي مع الاير ترافيك كنترول باش يخويو ليه كلشي. او جوج مطارات غادي يلاندي فيهم، المطار اللي كان غادي ليه وعطاوه واحد المطار قريب ليه، فقرر انه يختار اللي قريب ليه. باغي غير يلاندي، باغي غير يهبط باش يعتق الموقف، باش يعتق الكابتن ديالو ما يخليش يموت. لحسن الحظ ملي لانداو فالكابتن ما ماتش، تهرسوا ليه غير شي ضلعات يعني وتضرب في راسو، ولكن نايجل
وجدا الكابين كرو اللي كان شاد الكابتن فهو اللي تهرس من يديه، يعني ما عرفتش كيفاش تتهرس. شي كامل وقع، الكابتن بقى حي في الاخر وما ماتش. كتشوفوا هذا هو الكابتن والكابين كرو والمساعد. بقدرة الله نجا هذا الكابتن هذا ونجاو كاملين. الباساجي حتى واحد فيهم ما تصاب. هادشي فاش كيجي الدور ديال الباساجي غادي تكون واحد البانيك شويه ديال الباساجي، ولكن انت ككابين كرو خاصك تديني مع السيتوياسيون، تكالمي الباساجي، تديني مع الكابتن اللي خارج برا، تديني مع الفيرست اوفيسر اللي كيدير يعني لاندين بوحدو. يعني خاصك انت في هاد اللقطه هذه انك تكونترولي اي حاجه في الطائره. انت باغي تخدم كمضيف طيران فضروري ما خاصك توجد راسك بزاف ديال الحوايج ايمرجنسيز اللي كيوقعوا في السماء. فملي كتكون في السماء فكتكون غير انت والله عز وجل هو اللي غادي يعاونك. من بعد ما داروا انفستيغيشنز على شنو وقع، الطاقم ديال الطائره كنلاحظ واحد التشققات صغار في الزجاجه ديال المقطوره ديال الطائره، ولكن ما عطوهاش واحد الاهميه. الانجينيرز استجابوا بواحد الطريقه اللي اش نقول لك يعني عادي، يعني حاولوا انهم يبدلوا هاد الزجاجه هادي. ولكن فاش مشاو باغيين يبدلوا هاد الزجاجه هادي طرا واحد البلان اللي صغير واللي خلى ان هاد الزجاجه تفرقع. فبلاصه ما يديروا السكروز او الفيسات اللي بحال في الزجاجه ديال الطائره، فقدروا انهم يديروا واحد الفيزات اللي متفاوتين، يعني متفاوتين غير شويه. يعني فالانجينيرز اللي كان كيختار هذوك الفيسات حاول انه ما يديرش واحد المجهود اللي يقدر يلقى يعني نفس الفيسات اللي شادين المرايه مع الطائره. قدر انه يقارنهم غير بعينيه، وقدر انه يقول هاد الزوج هادو يعني راه بحال يقدر هذا راه غيجي مع الزجاجه ديال الطائره. هادشي اللي دار فمشى دار الفيسات، وهذوك الفيسات كانوا متفاوتين بواحد يعني شويه ديال مليمترات، يعني اي حاجه بسيطه تقدر تاثر في الطائره. فما قدرش انه يحط الفيسات بالمليمترات يعني بحال هادشي اللي كان السبب ديال ان الزجاجه تفرقع ويكون هذا المشكل هذا في سنه 1990. قصه غريبه بزاف. فهذا الكابتن هذا قدر انه يعيش من بعد ما عرفتش شحال من دقيقه هو خرج برا، يعني في ناقص 46 ديجريز والبرد يعني والستريس، وتصور معايا كيفاش غيكون كيفكر برا. والمساعد ديالو كان في ستريس، الكابين كرو كاملين كانوا في ستريس. فملي غتكون كابين كرو ضروري متوجد لهذا الشيء كامل، ضروري متوجد بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الكوارث. فملي كتطلع في السماء سلم امرك لله وكتشهد وكتقول يا ربي دوز هذا النهار بخير. كنتمنى تستمتعوا بهذه القصه هذه. هذه السلسله غتكون سلسله ديال قصص كوارث في السماء. الى عجبتكم السلسله منا تدعموني وديروا فولو الانستغرام ديالي وديروا سبسكرايب للقناه لاشين ديالي، وان شاء الله من هنا لقدام غادي يكونوا قصص واعرين يعني بشويه ان شاء الله. نديروا شي سيت اب ونبقاو باسين كندويو مجموعين. الا عندك شي سؤال ما تنساش تخليه ليا في الكومنتس، ونشوفكم في فيديو جاي.